عايزين تعملوا حاجة حلوة ما تاخدش معانا وقت ومكونات بسيطة، تعالوا أما أقول لكم. هنعمل مع بعض الحلو ده كزند بيه، وكان طلع ترند بس اتأخرنا شوية عليه، بس في الآخر عملناه. حلو أوي أوي، تقدميه في شهر رمضان. خفيف وجميل جدا، ومكوناته أكيد في كل بيت، والميزة فيه إن ما خدش معانا وقت خالص. حلو وبسيط وسهل، وهيعجب ولادنا جدا وهيعجب ضيوفنا. تعالوا أقول لكم أنا عملته إزاي، ويلا بينا. أول حاجة نجهزها مع بعض وهي المهلبية، عبارة عن إيه؟ 3 كوبايات لبن، لبن بارد، تمام. وهننزل عليهم ب3 معالق نشا، وكمان معلقتين كريم شانتيه، ومعايا معلقتين سكر، وعليهم صفار بيضاية واحدة، وما ننساش رشة الفانيليا. ده كله على البارد. أقلب ده كله لما أحس إن السكر داب معايا، وآخر حاجة أحطها مكعب زبدة، تمام. وأرفع كله على النار، طبعًا إيدي فيه، طبعًا هافضل أقلّب فيه لحد ما الزبدة تسيح معايا، وأحس إن القوام بدأ يتقل معايا. أنا عايزة قوامه قوام المهلبية، ما تكونش تقيلة ولا خفيفة، هو المقدار ده مضبوط معايا، تمام. ممكن كمان تبقى نُص الكمية. ده القوام بقى اللي أنا عايزاه. أطفي عليها ونعمل الخطوة التانية. هنجيب كده القلاية أو الصينية اللي هنشتغل فيها، نحط فيها 3 معالق سكر بودر، ونسيبها لمّا تتكرمل على نار هادية، بدأت تسيح معايا بالشكل ده. ده اللي أنا عايزاه. هنا هابدأ أنزل عليها بجزء من المهلبية اللي إحنا عملناها، وأبدأ أفردها لحد ما تاخد طعم من الكراميل بتاعنا، يعني السكر اللي كرملناه، وأنزل بقية الكمية وأفردها كده على نار هادية، تمام. كده دي كل الكمية بتاعتي. سيبها حوالي 3 دقايق على نار متوسطة، وبعد كده هنجرنشها بشوية جوز الهند، تديها طعم وريحة. نطفي عليها تهدى معانا، نرجع نقدمها ونشوف هنقطعها ازاي، تمام. كده حلو أوي. هنا بقى بعد ما بردت معايا شوية قُلت أقطّعها معاكم، أقطّعها بالشكل الجميل ده، نكرر لها كده، تمام. قدّم بشكلها كده خطيرة، جرّبوها بسيطة جدًا وما بتاخدش معانا وقت، حلوة جدًا وطعمها خطير، ورشة جوز الهند بيخلّي طعمها تروح مكان تاني خالص. بألف هنا، جرّبوها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم لايك وكومنت تشجيعي، وبألف هنا. سلام.